من الباهية وهران أصبح الزي التقليدي الجلابة المغربية هو المفضل لدى النساء الوهرانيات في كل الأوقات، كما أخذت ميزة الزي المغربي وبعضا من عاداته نظرا لقرب المسافة بينها وبين الجزائر، حيث أصبحت تدخل الجزائر عبر الحدود بكثرة. حنا نبيعوا جلابة من 86 من نهار اللي حلت المغرب رانا نخدم معاهم. حنا تسكب اللي حنا هذه الجلابة هذه تقريبا مغربية، حنا رانا في الغرب وتجينا نقولوا جبب، حنا نقولوا جلابة اخي. ليش كاين بدعيه في المغرب تلبس بدعيه تلبس غير في الدار مراكشيه. الجلابه دروك حنا معاها تبعتها البلغه. مي حنا لو مونك حنا ما نروجوش لا توني تاعنا، اون با كيما تشوف المغاربه عندهم لو موا دو كافتون، حنا اون با سا. حنا صغار باش كديري هكذا ان ديفيلي دي فوا نشوفهم يديروا دي ديفيلي افيك دي كافتون. كو بون لو كافتون سي تاع لو نور دو لافريك، ماشي ديالنا تونس. تشوفني واحدة أجنبية ولا تشوفك أنتية واحدة أجنبية لابسة هذاك الكراك والعاصمي ولا جبة العنبية تقول لك أنتي جزائرية، التم نعرف باللي راني نجحت ووصلت لأنها بصمة جزائرية. كما رانا نشوفوا القفطان كي تلبسوا أي واحدة مغربية. بالنسبة لتونس ما هي في الزي التونسي هو معمول يعني شبه، أنا بشوفه شبه من اللبس الهندي. بالنسبة للمغرب نشوف عندنا القفطان أو التكشيطة. القفطان هو حته واحده بس التكشيطه حتتين. لا ما مش موجود عندنا في الجزائر. حتى في الاجزاء الامازيغيه برضه ما فيش. لا ممكن المراه الجزائريه بتاخد من تلبس الزي المغربي كما بتلبس كمان الزي التونسي. يعني ما بتاخد من بره بس مش تبعنا، يعني مش من تقاليدنا. لو اتكلمنا خرجت لابسه هذا الشيء هذا وقالت لهم القفطان الجزائري، والله العظيم هذا الشيء قالت لهم القفطان. بكري وين كنتوا كي كنا نروحوا نشرو القفطان من المارشيات ويقول لك هذا المنصوريه تاع المغرب بالتكشيطه؟ القفطان ديال المغرب جاي من المغرب وحر. غير قميص ديال جوهره، ما غير قميص ديال جوهره. ما نهضروا معلوش باش تسمعي اليوم. اهلا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. كنتفكرها احسن حاجه كنتفكرها بنات القدر كانوا كيمشيو يزوقوا لينا بالمكياج، لبسنا اللباس المغربي والتاج وكتحسي براسك اميره فاش كنا صغار. كيديروا لنا في ليله القدر. بغيتي تثبت لي التاريخ اللي في عمره قرون. شكون انتي كاع؟ انت شكون سامع بيك باش جلابه بصح اللي يروحوا بها اللي مارياج اللي فيها العقاش ماشي هذيك اللي هذا عقاش انا ما فهمتهاش. يعني بغيتي تكشيطه ماشي قفطان ماشي قفطان تكشيطه العسل. دابا باش تمشي العسل تحضري بالعسل كي تلبس لبسه اسموش قفطان واسمو التكشيطه، والتكشيطه حبيبتي مغربيه داكو اصلا باسكو كلمه التكشيطه كلمه مخزنيه داكو.